احترف الاتحاد سوزا، وهو اللاعب الذي جاء في صفقة كبيرة ومدوية، اللاعب الشهير سمي بالدبلوماسي. التقينا معه وعاش معه الزميل رياض المزهر بعض أوقاته التي يقضيها في السعودية. نتابع في فقرة حياتهم في السعودية. Mas para minha família é um pouco difícil. الوصول لهون ثقافة جديدة، وخاصة احنا مسلمين طبعا، ويحترم هذه الثقافة إلى أبعد الحدود. كان الأمر جديد عليه. بالنسبة لعائلته كمان شعر انه حيكون جديد عليهم، يعني هو استطاع خلال فترة وجوده قبل وصول عائلته انه يتأقلم يعني على الأجواء وعلى ثقافتنا اللي احنا نعيشها هنا. عائلته وصلت قبل عدة أيام، أيضا بدأت بالتأقلم يعني. عند وصوله هو رغم انه الثقافه غريبه عليه والبلد غريب عليه، حتى الاجواء بشكل عام غريبه عليه، ولكن يعني تضافرت جهود الناس من حواليه يعني حتى يساعدوه لحتى يتاقلم. يعني ما شعر للحظه واحده انه لوحده. يعني هو ذكر اخونا حسن العمودي كان معه بشكل دائم، يعني ذكرني انا اللي كنت معه كمان. وايضا هون يعني الاداره ما قصرت معاه نهائيا، بالاضافه لزملائه مثل ما ذكر يعني بشكل يومي بالتمارين. Agora só pensar em jogar futebol e poder dar o que eu tenho de melhor. Ainda não, que não. ما في صداقات بمعنى الصداقات بسبب التواصل اللغوي، يعني في صداقات روحانيه ان صح التعبير. يعني هو لما يخرج للشارع للاسواق حتى يتسوق او الى اي مطعم حتى يتناول عشاءه وغداءه، يشعر بحفاوه، يشعر بان الناس يعني يشعر بانه شخص مرحب به. يعني هذا الشيء بيعطيه كثير احساس بالامان والشعور بالمسؤوليه اكثر، انه يحاول يعطي اكثر واكثر. يعني وبرجع بقول لك يعني من الناس المقربين هن معاه بشكل دائم، مثل ما ذكر اخونا حسن العمودي السيد لؤي قزاز ايضا معاه بشكل دائم يعني الى حد ما، وهو في النادي بشكل يومي تمارين. هدف اول للاتحاد، دييغو سوزا عوض الكره الانفراديه اللي كانت في بدايه شوط São novas e tem algumas coisas que parecem muito com o Brasil. في بعض المطاعم عندها كثير تشابه بالنسبه للوجبات، يعني مثل ما موجود في البرازيل، يعني وخاصه في قضيه المشويات. يعني هو بالنهايه لحم، عرفت كيف؟ من الاكلات الطيبه اللي ذكرها ما بعرف ذكر اسمها بالضبط، اللي هي المندي، يعني القصعه اللي فيها رز فوقها لحم وهيك، يعني عرفت كيف؟ فهذا كمان ياكل هي الوجبه مع زملائه في المعسكرات وهيك احيانا، طبعا مش دائما. وفي انواع من الحلويات بتعجبه، في انواع من الحلويات بتعجبه ايضا، ما قادر اذكر اسمائها يعني. Bastante. Normalmente بعد خروجه من هون يذهب الى البيت الى المنزل، يعني بتواصل هاتفيا يعني عبر السكايبي مع اصدقائه مع عائلته في البرازيل. ايضا الان وجود عائلته معه طبعا معاهم بشكل يومي بعد ما ينهي التمارين، يعني بشوف تلفزيون شوي وبعدين على النوم. falo um pouco com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, alguns amigos. Se eles não conseguem ver. طبعا اكيد بخبرهم هو يعني عن حياته هون، عن تمارينه، وعن المباريات اللي بيأديها، واحيانا بيحاول يبحث عن الطريقه اللي ممكن يشوفوا فيها اذا كان مباراه منقوله مباشر، يعني حتى يشوفوا هناك تماما مثل ما هو بيتابع اخبار الكره في البرازيل. Estou de longe torcendo por eles, eles também ficam de longe torcendo por mim.